مساء الخير يا هندسة. عامل ايه يا حبيبي الغالي؟ أنا الحمد لله اتقبلت في الانترفيو، والناس ما شاء الله عليهم يعني متسرعين جدا. يعني كمية المعلومات اللي في الكورس ما شاء الله، وحاجات ما كنتش فاهماها وحضرتك ابتديت تفتح مخي ليها. سن صغير ان انا اخد كورس مثلا بالحجم ده وان انا اخلصه وبالمعلومات دي في السن ده ان انا اقدر اشتغل، فدي حاجة كويسة، مش حاجة، دي حاجة بالنسبة لي ده تحدي كبير. هقول لك على 5 اسباب يخلوك ما تاخدش دبلومه الهيلب ديسك مع واحد كده اسمه عمر عبد العزيز. اول حاجه، الكورس معمول من الصفر خالص لاي حد بيبدا في الاي تي بدون اي صعوبات في الانجليزي. مش محتاج تبقى معاك كورسات الانجليزي او بتعرف تتكلم ولا بتعرف تكتب ولا تقرا انجليزي. في وسط الكورس كده كده هتلاقي نفسك بتاخد وتتعلم الكلمات التكنيكال اللي تخص مجال الاي تي، وهنفهم مع بعض الاساسيات وهتطبق نظري وعملي، وفي وقت قصير اقل من شهرين هتبقى جاهز تشتغل كهيلب ديسك. وطبعا انت راجل بتحب تلف وتدور وبتحب تسمع من اي حد معدي على النت، وانت اللي تشوف الفيديوهات وتقرر مين احسن ومين مش احسن. وانت طبعا صاحب راي وراجل فشيخ مفيش منك اتنين، وشايف ان انت صح والناس كلها اغبياء، فاكيد الكورس ده مش مناسب ليك. حقيقة الكورس كان جدا شامل جميل جدا ما بين نظري وعملي في الكمبيوتر، في النتورك، في السايبر، السكيورتي. جدا جدا كان جميل. أبسط ما أقول عنه من وجهة نظري، كأني أنا ما كنت عارف أقرأ وأكتب، علمتني أقرأ وأكتب حقيقة يعني. صراحة شامل جدا. ما بعد الكورس هذا صراحة اطلعت على أشياء أنا كنت أجهلها. عسى الله يوفقك، وشكرا على الكورس الجميل. شكرا على طرحك الجميل ونقلك المعلومة بطريقة حلوة، طريقة سلسة. صراحة كنت متخوف في البداية لأن الفيديوهات كانت شوية عالية في بداية الكورس. كان عندي شوية يعني خوف الكورس ما بيكون مفيد كذا، لكن لما استمريت كان جدا 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 مفيد جدا لأبعد درجة. شكرا لك إلى أبعد حد. تاني حاجة، للأسف الشديد الكورس هتتعلم فيه أساسيات الكمبيوتر النظري والعملي، عن مكونات الكمبيوتر، إزاي تفك وتركب وإزاي تصلح المشاكل الهاردوير اللي ليها علاقة بالمكونات زي الرامات والباور سبلاي والهارد والسي بي يو، وكمان مشاكل سوفت وير اللي زي البرامج وزي الاوبريتنج سيستمز، وهتطبق بايديك عملي. برضه في حاجة قابلتني، إن حد سألني إن اللابتوب بتاعه بيفصل، يعني ساعات هو بيشتغل عليه يروح فاصل وبعد كده يستنى عليه 10 دقايق وكده ويشغله فيشتغل. فأول حاجة سألتها له يعني درجة الحرارة بتاعة اللابتوب أنت بتلاحظ إن هي مرتفعة شوية أو لأ؟ فطلبت منه إن هو شوية يحمل برنامج يقيس بيه درجة الحرارة بحيث إن يشوف درجة الحرارة في اللاب عاملة إزاي، لأن الصراحة أنا ما شكتش إلا في السي بي يو إن حرارته بتعلى فهو خلاص بيقفل. فأنا استنتجت إن درجة الحرارة أكيد في الجهاز عالية، فخلاص التبريد بتاعه مش كويس، سواء من الثيرمال بيست بقاله كتير ما اتغيرش أو المراوح ممكن يكون فيها غبره ما اتنطفتش بقالها كتير. ففعلا لان درجه حراره اللاب يعني غريبه، بيثبت على درجه حراره 100 الحاجات دي، واللاب بيسخن بسرعه. فقلت له خلاص يبقى كده الثيرمال بيست عاوز يتغير. هو طلع يعني ما غيرش الثيرمال بيست من 5 سنين ولا نطف اللاب ولا الكلام ده كله، هو غير الثيرمال بيست والدنيا مشيت معاه تمام يعني. والقسم الثاني قسم اساسيات الشبكات، اللي هتفهم منه اصلا يعني ايه شبكه وليه نعمل شبكه وايه هي اهميه الشبكه، مرورا ووصولا يعني ايه اي بي وكل التفاصيل والاساسيات، لحد ما انت اللي هتنفذ بنفسك شبكه كامله واقعيه لشركه حقيقيه وتعمل عليها كل كونفيجريشن، وتبقى فاهم يعني ايه شبكات وتشير الملفات بنفسك وتحط كمان بنفسك البوليسز اللي تامن بيها الشبكه بتاعتك. وكمان للاسف هتاخد اساسات السكيورتي، ازاي تحمي جهازك او ازاي تحمي اجهزه الموظفين اللي عندك، ازاي تعمل بوليسيز وتطبقها على جميع اجهزه الموظفين. والجزء ده مهم جدا جدا لاي حد بيبدا وعايز يكمل في السايبر سكيورتي. وكمان للاسف هتتعلم الويندوز سيرفر. مفاجاه كورس الهيلب ديسك بشكل عملي هتفهم يعني ايه فيرتشواليزيشن، وازاي نعمل ونسطب ويندوز سيرفر من الصفر تماما، وازاي نعمل دومين للشركه، وازاي نعمل بوليسز للشركه، وازاي نحمي اجهزه الشبكه الكبيره بتاعتنا. وكمان هنتعلم ازاي نعمل فايل سيرفر وحاجات تانية كتير كلها هتطبقها عملي وبايديك. وللاسف في اخر جزء في الدبلومه بتاعت الهيلب ديسك في جزء ليه علاقه بالمشاكل اليوميه اللي بيقابلها اي هيلب ديسك شغال في اي شركه. زي كده واحد نسي الباسورد بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعه، ازاي نقدر نفك الباسورد ده؟ واحد مسح فايلات او مسح داتا مهمه وعايز يرجعها من تاني، لو البارتيشن بتاع السي مثلا ده مليان، وطبعا ممكن يعمل مصايب سوداء ويخلي جهاز الكمبيوتر ما يشتغلش اساسا، نحل المشكله دي ازاي؟ وحاجات تانية كتير قوي. وطبعا انا عارف انت راجل بتحب تشقي نفسك وتحب انت تلف وتدور في اليوتيوب وتكلم ده وتكلم دي، اما بقى انك تختصر على نفسك وتاخد الحاجات دي كلها في مكان واحد وبطريقه شرح سهله وبسيطه وهتطبق نظري وعملي مع نفسك، الكلام ده مش جاي معايا. مستحيل اعمل الكلام ده، مستحيل اشترك في الكورس. السلام عليكم يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ باشمهندس انا الحمد لله خلصت الكورس، فدلوقتي انا في مرحله المراجعه.
فحابب أشكر حضرتك على الكورس الرائع جدًا، وطريقة حضرتك المميزة جدًا في الشغل، يعني حضرتك من الناس القليلة اللي أنا باشوفهم بيشرحوا كويس في المجال ده، وأكتر حاجة بتميز حضرتك إن حضرتك طريقتك سهلة مناسبة للجيل الحديث، وتاني حاجة الحاجات التكنيكال اللي أنت بتديها لنا اللي هتقابلنا في الشغل، ودي قليل أوي اللي بيقولها يعني، فدي حاجة مميزة جدًا بحيث إن اللي ياخد الكورس وييجي يروح يقدّم على شغل أو هيخش تدريب، هيكون عارف معظم الحاجات اللي هتقابله، ومش هيتفاجئ بإن في حاجات جديدة هو ممكن ما شافهاش في الكورس، لأ، معظم الحاجات هو مُلِم بيها أو ما كانش كلّها كمان، فالدنيا هتبقى سهلة معاه يعني. فالصراحة كان كورس ممتع جدًا، وحابب أشكر حضرتك على الشرح المُبسّط السهل المناسب للجيل بتاعنا، فبجد كورس يعني أنا استمتعت إن أنا خدت الكورس من حضرتك يعني. تالت مشكلة معانا في دبلومة الهيلب ديسك إن للأسف الكورس عبارة عن 70% عملي 30% نظري، يعني كل معلومة هتاخدها للأسف هتطبّق بنفسك، وده هيدّيك خبرة وهيدّيك تُقل، وكل معلومة هتاخدها هتطبّقها بنفسك، فهتقدر يبقى عندك الخبرة بنفسك وتعرف مشاكلها بنفسك وتحلّها مع نفسك، وتبقى فاهم وعندك الفكر نفسه بتاع إنك بتعرف تحل مشاكل، لإن دي وظيفتك الأساسية عشان تكون مستعد للحياة العملية وللشغل في الشركات بشكل واقعي، عملي، حقيقي وبجد. بالنسبة للبرامج أنا حمّلتها كلّها موجودة عندي، وبعد كل محاضرة أنا دلوقتي الmother board خلّصتها والCPU والmemory كل حاجة يعني حضرتك بتشرحها أنا باطبّقها، موجودة عندي البرامج كلّها، مع كل درس باخلّصه باطبّق على البرامج اللي عندي وباشوف وطبعًا الكلام ده كله مش جاي معاك، أنت راجل بتحب التلقين، ادّيني فيديو كده سهل وبسيط إزاي أفُك password مش عارف إيه، اعمل خطوة رقم 1 اعمل خطوة رقم 2 حاضر، 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 وتسمع الكلام وشكرًا. أو طبعًا لو أنت اتحطيت في مشكلة بجد هتجري على ChatGPT وتحكي له المشكلة وهو يدّيك الخطوات وأنت تسمع الكلام زي الشاطر. مبروك، طبعًا الكورس ده مش جاي معاك خالص، وبصراحة أنا لو منك مش هاشترك فيه برضه. السلام عليكم هندسة. لما كلمت حضرتك أول مرة خالص بخصوص كورس CCNA قلت لي لازم أول حاجة ولأي حد يعني طبعا لازم يبدأ اللي هو إيه الهيلب ديسك. فبدأت معاك وكده ولما نزلت سوق العمل وكده برضه لقيت إن الدنيا كلها يعني معظم الشغل أو أي حاجة يعني لما كانت بتحصل في أي سيستم بالنسبة لجميع الأقسام كشركة أو كفندق يعني مثلا زي اللي أنا فيه حاليا بتبقى المشاكل اللي تقابلنا اللي أنت شرحتها لنا يعني هي بالظبط. يعني ربنا يبارك لك يعني بصراحة ويوفقك دايما يا رب. الحمد لله يعني الانترفيو كان سريع وقصير. سألني كذا حاجة كانت الفيديوهات بتاعتك سهلت لي الموضوع في المشاكل العامة اللي هو لو الكمبيوتر مش بيفتح، لو الكمبيوتر تقيل، لو السي مليان، الجروب بوليسي. فما شاء الله يعني الحاجات اللي محطوطة في الكورس كلها مفيدة جدا، وفعلا بتسهل المشوار يعني لو واحد تايه ومستعجل زي كده. لخصت لي حاجات كتير، حتى لو حاجات أنا كنت عارفها فعلى الأقل رجعت لي عليها. الحاجة رقم 4 معانا وهي إنك الحاجة رقم 4 اللي معانا وهي إن دبلومة الهيلب ديسك 40% من المشتركين اللي فيها كان معاهم CCNA وMCSE، وده مش معناه إن مش عيب ومش غلط إن الواحد لو بدأ بكورسات غلط أو بدأ ومشي في سكة غلط مش عيب إنه يرجع ويبتدي صح من تاني وياخد دبلومة الهيلب ديسك من تاني ويتعلم الصح بشكل مظبوط ومن الصفر، ويبقى جاهز للشغل العملي وجاهز إنه يشتغل هيلب ديسك الأول، وبعد كده براحتك اختار القسم اللي أنت عايزه، سيستم، نتورك، كلاود، سايبر سيكيورتي، براحتك يا باشا عيش وكمل، بس الواحد يبقى بادئ صح. تاني شوية بسبب البداية الغلط، حاسس إن أنا تايه، أنا خدت كمية كورسات وحاسس إن أنا في الآخر برضه مش يعني الدنيا مش مضبوطة معايا أكني ما خدتهمش، أنا خدت أول حاجة CCNA MCSA بعد كده خدت بدأت شوية في الA+ شوية في الsecurity أعرف معلومات عنها، فحاسس إن أنا لخبطت شوية، النتيجة في الآخر إن الدنيا مش متضبطة معايا يعني أحسن حاجة، فحاسس إن أنا لسه برضه مش فاهم. فالصراحة لمّا شُفت فيديو حضرتك اتحمست كتير إن أنا أبدأ الدبلومة مع حضرتك، بحيث إن أنا أكون فعلًا عارف الجهاز بيشتغل إزاي وإزاي أحل الtrouble shooting والحاجات الأساسية دي.
لما نزلت الشغل وكده فعلا لقيت المتطلبات اللي انت بتقولها في الفيديوهات وبتاع، لقيتها فعلا ايه مطلوبة فعلا أهم من الكورسات التانية يعني. اقول لك على حاجه برضو للعلم، انا حضرتك انا الكلام اللي حضرتك قلته وفهمته من حضرتك كل ده، انا بصراحه انا كنت صفر صفر صفر، يعني حاجات كتير عرفتها وحاجات كتير عرفتها فعلا فعلا زي ما انت قلت. ما ينفعش الواحد كان يدخل على سي سي ان ال الشبكات اللي ما يعرف الكلام ده. كلام حضرتك صح صح فعلا. انا ما اروحش ابني بيت واسيب السيمنت من تحت خالص. يعني ربنا يبارك لك والله. وبيني وبينكم كده احكي لكم حكايه صغيره على جنب. في واحد كلمني كان قدامه انترفيو كمان 3 ايام، اشترك في الكورس النهارده خلصه بكره، اليوم الثالث راح عمل انترفيو، اتسال في كل الاسئله اللي جات له في الهيلب ديسك، مش في سي سي ان اي ولا الام سي اس اي، واشتغل في الشركه دلوقتي وحي يرزق. تلاقيه بيسمع الفيديو دلوقتي معاك. طبعا انا عارف الكلام ده مش جاي معاك سكه، وانت لسه ماشي بالمبدا بتاع انا هبدا بالسي ان اي وهبدا بالام سي اس اي زي ما الناس بيقولوا، وزي ما اي حد معدي في الشارع فاهم ولا مش فاهم هيقول لك السي ان اي والام سي اس اي هم اساسك في الاي تي ولازم تبدا بيهم طبعا، وتقعد تشكي نفسك بقى وتحزق وتعرق 6 7 8 10 شهور على ما تخلص الكورسين دول، وفي الاخر تكتشف الحقيقه المره وان ما حدش مهتم بالسي ان اي والام سي اس اي في البدايه، خصوصا وانك هتشتغل بنسبه 99% هيلب ديسك. طبعا الكلام ده مش جاي معاك، يبقى ده معناه ان دبلومه الهيلب ديسك مش مهمه بالنسبه لك. المشكله رقم 5 والاخيره، انك لو انت مخلص جيش او طالب في كليه او واحد بيبدا الاي تي لسه جديد او حتى واحد متخرج وبيشتغل دلوقتي، واغلبيه يومك مش فاضي او عندك مشاوير او كل يوم ليه ظروف مختلفه، فسبحان الله دبلومه الهيلب ديسك للاسف عباره عن فيديوهات مسجله تشوفها براحتك بالطريقه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، ومفتوحه معاك لمده سنه كامله. تفتح الموقع تتفرج على المحاضره، عليها كمان اختبارات وامتحانات عشان تأكد معلومة بنفسك، وهتطبق بنفسك كمان عملي على جهاز الكمبيوتر بتاعك، مش محتاج تروح مكان ولا تروح سنتر ولا تروح مركز عشان تتأكد من الحاجات دي. كل اللي موجود وكل اللي لسه محتاج تعرفه في الحته بتاعت هيلب ديسك قدام عينيك وعلى جهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك. ده غير للاسف المتابعه اللي هتلاقيني معاك فيها. يعني انت لو عندك اي مشكله للاسف هتبعتها لي على الواتساب طول ال 24 ساعه بتاعت اليوم، هتلاقيني انا بيني وبينك 3 4 دقائق هرد عليك على الرساله بتاعتك ونقعد نتناقش ونتكلم مع بعض لحد ما اتاكد انك فاهم المعلومه، ولحد ما انت اللي تقول لي خلاص انا كده المعلومه بالنسبه لي وصلت، انا هخش على المحاضره اللي جايه واتعلم اكتر. انا باذن الله اذا اي احد يعني صادفت انه تخرج او زي كذا، باذن الله اني انا راح يعني اعمل له ريكومنديشن للكورس تبعك. غير الريكومنديشن للكورس تبعك انا راح اعمل له كمان يعني راح اديه فكره ان انا اشتركت في الكورس شخصيا واستفدت منه كمان، يعني اذا اي احد اعرفه، لانه انا شايف انه هو مره ممتاز صراحه للامانه. وطبعا انا عارف انك بتحب الطريقه القديمه، بتحب تروح سنتر او تروح مركز وتقعد في اوضه فيها من 10 ل 30 واحد، وتعالى نتخيل مع بعض كده ان السيشن مدتها ساعتين مثلا، فانت هتاخد لك ساعه في المواصلات، لا مواصلات ايه بقى، هتاخد لك ساعه بتلبس وساعه مواصلات وساعتين كورس وكمان ساعه مواصلات، ادي كده 4 ساعات. وطبعا الساعتين بتوع السيشن مش هيبقوا كده، نص ساعه بنهزر، نص ساعه المحاضر بيحكي انجازاته، نص ساعه الواد اللي جنبك بيستخف دمه، وضيعنا الساعتين على الفاضي، قصدي ضيعنا ال5 ساعات على الفاضي. ونعمل بقى كده مره مرتين 3 في الاسبوع، وتلاقي نفسك بعد 6 7 شهور لسه زي ما انت، لا انت مركز على اللي انت خدته ولا انت عارف اصلا انت ماشي صح ولا بترجع لورا. وكل ده عشان بس تشوف المذر بورد بتاع الجهاز الكمبيوتر تشوفها بعينيك. طب ما هي قدامك يا ابني، ما اللابتوب قدامك يا ابني ولا الكمبيوتر قدامك ولا البي سي، افتحه يا ابني قدامك والمذر بورد قدامك اهي عشان بس تشوف السويتش ولا الراوتر. طب ما يا ابني فيديوهات اليوتيوب غرقانه، انت لازم تشوف العده ليه، لازم تشوف الجهاز ليه، ما الجهاز ده موجود في كل حته. وبعدين انت في الشغل الواقعي مش هتشوف اصلا لا سويتش ولا راوتر اساسا، الشغل كله كونفيجريشن على صفحه سوداء، مش فاهم انا يعني لازم لا لازم اشوف الجثه بنفسي عشان اتاكد ان انا بتعلم صح. ماشي، ربنا معاك، ما تاخدش الكورس، دلوقتي هيلب ديسك مش مفيده خالص ليك الصراحه. لسه برضو عايز تشترك في الكورس؟ يعني انا مهما اتكلمت برضو مش عارف اثر عليك ولا عارف اقول لك ان دبلومه هيلب ديسك دي دبلومه وحشه. ماشي، رقم الواتساب اهو، ابعت لي وهرد عليك. سلام.